ان انا وجهه نظري شايف ان معسكر الاعداد اللي كله عجل ده في بتاع النمسا ده ولا كان فين؟ معسكر النمسا اللي كله عجل ده كان معسكر فاشل من وجهه نظري، بدليل النتيجه اللي احنا شفناها. لو المعسكر كان معسكر جاد وفي اعداد نفسي وبدني وذهني وروح قتاليه تم اعدادها للمباراه دي، لمباراه الصور او لمباراه الدوري او ده معسكر اعداد لموسم كامل. فبالتالي لو المعسكر الاعداد للموسم ناجح كنا هنشوف نتيجه افضل من كده بكتير، خصوصا اذا قارنا ان فرقه النادي الاهلي مع فرقه اتحاد العاصمه. لا، في مقارنه، وجه المقارنه بعيد جدا. فرقه قوامها مثلا 30 مليار 30 مليون دولار ولا يورو؟ 29 مليون يورو، يعني داخل على 30 مليون يورو، وفرقه ثانيه ممكن ما تساويش مثلا 3 مليون يورو. فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. فرق خبرات واسماء تاريخ، جغرافيا، كل المعطيات في مصلحه النادي الاهلي. دي الحقيقه. ما ينفعش النادي الاهلي بعد ما كمان فايز بدوري الابطال، وده فايز بالكونفدراليه، المفروض دوري الابطال افضل من الكونفدراليه، المفروض البطوله الاقوى. ما ينفعش بكل حال من الاحوال ان نشوف الصوره اللي احنا شفناها النهارده وان النادي الاهلي يخسر ويخسر في الدقيقه 42 بهدف من ركله جزاء وما يعرفش يعوض. يعني دي كانت حاجه غريبه. بص يا عمرو، احنا لو شفنا المباراه قسمناها هنلاقي ان في حاجتين حصلوا في النادي الاهلي: استسهال واستعجال. قبل الجون يا عمرو لعيبه النادي الاهلي مستسهله المباراه خالص، بيوصلوا اعداد نفسي. لا الاستسهال يا عمرو انك انت تجيب جون ويتلغي، مش عارف في ضربه جزاء، انت مسيطر على نص الملعب، ليك ضربات ركنيه كتير جدا. لعيبه النادي الاهلي حسوا ان المباراه في المتناول يا عمرو، يعني انت من اول ربع ساعه تحس المباراه سهله قوي النادي الاهلي. ده الاستسهال، يعني لعيبه النادي الاهلي فضلوا مستسهلين المباراه لحد ما جه فيهم الجون اللي هو من ضربه جزاء. بعد الجون ده الاستسهال ده تحول لاستعجال، لعيبه النادي الاهلي شفناهم مستعجلين بشكل كبير جدا جدا جدا، وكله عايز يهاجم وكله عمال مفيش. بس كان الاداء عشوائي. الاداء، ما انا بقول لك عشوائي، ما الاستعجال عمل عشوائيه. شفنا تخبط في المراكز، شفنا ده بيروح مكان ده، وشفنا تغييرات كولر كمان كانت فيها حاجات غريبه قوي، حتى التشكيل من البدايه تغييرات فيها مشاكل كتير جدا ومتاخره جدا. انا شايف عمرو بدايه ان اول خطا لكولر اشراك امام عاشور في نفس مركز حسين الشحات. يعني انا شفت بدايه المباراه ما بقتش عارف الكوره مع حسين الشحات ولا امام عاشور، الاثنين بيلعبوا مركز واحد. انا اعتقد ان كولر افقد النادي الاهلي مع بدايه المباراه، يعني النادي الاهلي داخل المباراه ناقص لعيب، لان حط اثنين في مركز واحد، امام عاشور وحسين الشحات. فانا شايف ان هو ده كان خطا فادح جدا جدا لكولر. ما كان يجب ان امام عاشور يبدا، كان لازم يبدا امام مجدي قفشه من البدايه، لان مجدي قفشه حافظ زمايله، بيلعب مركز 8 بشكل كويس جدا. لكن لا، انا شايف ان كولر عنده اخطاء كتيره جدا. والتغييرات كمان، شفنا التغييرات، بيطلع كهربا يروح منزل ياسر ابراهيم عشان ضربات الراس وبتاع كده. ان في صفقه لولا انها تمت يا عمرو كان مجلس اداره النادي الاهلي النهارده اتعرض لنقاط حاده جدا. ايه بقى الصفقه دي؟ ليه مودست. تخيل لو النادي الاهلي النهارده ما كانش جاب مهاجم وخسر البطوله النهارده. طبعا كان هيتهاجم، مجلس الاداره كان هيتهاجم. يعني انا بقول ان صفقه مودست انقذت مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب. تخيلوا النهارده لو كان النادي الاهلي ما ابرمش الصفقه دي وراح لعب المباراه النهارده، وشفنا العجز بيرستاو وكهربا وصلاح محسن وكل الناس دي في ضربات ركنيه. النادي الاهلي النهارده عمل رقم قياسي تقريبا، رقم قياسي النهارده ضربات ركنيه تقريبا 20 ضربه ركنيه النادي الاهلي، ولا ضربه ركنيه استغلت، ما فيش ولا ضربه راس شفنا. كان كل الاعتماد كله على مين؟ على محمد عبد المنعم طول المباراه. والراجل لما يئس، لما لقي ضربات ركنيه، لما لقي ضربات ركنيه كتير جدا النادي الاهلي ما استغلش، راح نازل مين؟ ياسر ابراهيم. تخيل نازل مدافع ولاعب محمد عبد المنعم راس حرب، او لاعب محمد عبد المنعم راس حرب. محمد عبد المنعم راس حرب. النهارده كان في جمله اخطاء، خلينا نتكلم بامانه. انا من وجهه نظري تبدا الاخطاء من معسكر النمسا. بدات الاخطاء. معسكر كان معتمد على العجل وعلى الناس شكلها بتهزر، ما كانش فيه جديه، مؤكد ما كانش فيه جديه بدليل اللي حصل النهارده. الحاجه الثانيه ان خطا في تشكيل البدايه. وجهه نظري انا خطا تشكيل البدايه هو مش خطا كبير، لكن هو في خطا. الخطا ده اللي هو دفع باثنين لعيبه جداد لاول مره على تشكيله الفريق، اللي هم رضا سليم وامام عاشور. فحصل نوع من قله التجانس، يعني انت فقدت تجانس الفرقه كانت متجانسه اكتر
بعيدا عن الاثنين دول، فدخلوا على الفرقه فقدت التجانس اللي المفروض كان يبقى موجود، فبالتالي ده كان نوع من الاخطاء لكولر. كولر كمان النهارده شايفه عصبي، شايفه مش تركيزه مش 100 زي المباراه اللي فاتت، بدليل تغييراته كمان. تغييرات كولر كانت لوغاريتم كبير جدا، يعني تغييرات كولر اتاخرت جدا. يعني انت متاخر بجون وفرقتك المفروض تكمل وتلعب وتهاجم بشكل اشرس من كده وبطريقه منظمه، هجوم منظم. اتأخرت جدا جدا في التغيير، وحتى التغيير نفسه كان زي ما انت بتقول غريب. يعني انت لما تدفع في اخر الوقت يعني صلاح محسن جاب كهرباء، قلنا الراجل عايز ده فجأة تروح ساحب كهرباء وتنزل ياسر ابراهيم، وبعد كده شفنا محمد طاهر نازل مش عارفين يعمل ايه ولا ايه دوره، الولد نازل مستعجل خالص. نفس الامر قفشه بسرعه عايز، يعني قفشه بيفكر في الاستلام بعد ما يباص، يعني هو بيفكر قبل ما يباص الكوره بيفكر ازاي هيروح يستلمها وازاي يباص لحد تاني. فواضح ان لعيبه النادي الاهلي تركيزهم او تفكيرهم كان اسرع من ادائهم، فبالتالي كان عندهم استعجال كان واضح جدا جدا في الاداء. شفنا مفيش ولا هجمه بتتكمل، شفنا وقوع في مصيدة التسلل، شفنا التعامل مع الكرات الضربات الحره كان فيها برضه ما فيهاش تركيز. ضربات الركنيه طبعا اللي كانت سلاح، يعني احنا الاهلي خد دوري ابطال افريقيا بضربه ركنيه بتاعت محمود عبد المنعم، يعني النهارده ما شفناش ولا استغلال لاي حاجه. بالتالي خلاص يوم الاثنين الجاي شفت اللي حصل في دوري الدرجه الثانيه؟ دوري المحترفين. لا قبل دوري الدرجه الثانيه عايزين نتكلم عن الدوري الاول اللي هو اول ما بدا المباراه اتاجلت. يعني لسه ما قلناش بسم الله على الدوري. اول مباراه للزمالك مع بيراميدز تم تاجيلها. الزمالك عنده كونفدراليه وبيراميدز عنده دوري ابطال، فبالتالي المباراه اتاجلت. مباراه الاهلي والزمالك اللي اتحدد ميعادها بقى دي، ما انا بقول لك يعني هذا ايه حكايه القمه اتحدد ميعادها اتاجلت لفبراير. طب عمرو ليه يعني طب احنا عملنا الجدول. انت عارف اتحاد الكوره كده ولع النار قبل ما الدوري الثاني. لا انا عايز اسالك سؤال، احنا عملنا الجدول، نزلتوا الجدول ليه؟ لما انت اجلت. لا هو بيقول لك ده في الاسبوع العاشر بس هتلاقي امتى الله اعلم. انت عارف ان لحد امبارح يا عمرو ما كانش حد عارف مواعيد الماتشات. انت عارف ان كان في احدى البرامج امبارح، كانت احدى البرامج كان في 2 مدربين كبار جدا قاعدين بيتريقوا وقال لك احنا الدوري عندنا هيبتدي يوم 18 والنهارده 14 بقى 4 ايام ومش عارف اول مباراه ليه هيلعبها فين والساعه كام والملعب ايه. يعني طبعا كان كويس. الاغرب بقى كمان ان دوري الدرجه الثانيه اللي هو وقت طويل خالص اللي هم محددينه من زمان كان المفروض يبتدي يوم 18 فجاه بدون اي سبب اجلوا له لحد 24. طب اجلوا له 24 ليه؟ ما حدش عارف السبب. طب الملاعب ايه؟ ما حدش رد عليهم. وطبعا انا عايز اقول لكم ان تاجيل مباراه القمه دي صدقوني هتعمل ازمه كبيره جدا في الدوري المصري. تاجيل مباراه القمه، لان البعض ابتدى يفسر ان تاجيل مباراه القمه دي من ديسمبر لفبراير. عارف ايه يا عمرو؟ لا التفسير ده تفسير مريض. لا يا عمرو قبل يا عمرو انا بقول لك تفسير مريض يا عمرو. انا بقول لك ايه اللي هو عشان الزمالك يجيب صفقات في ازاي يعني. ايوه ايه طب ما ياما الاهلي جاب صفقات ولعب بالصفقات يا عمرو. طب احنا الموضوع مش كده يا عمرو. طب احنا بنتكلم على كده. انا مش بقول لك اتحاد الكوره ولع في الدوري قبل ما يبتدي. هو كله هي التاجيل بيدي فرصه للناس ان كل واحد يقول براحته طبعا، يعني كل واحد يقول اللي هو عايزه، حتى لا ممكن يكون الكلام ده كله غلط، بس بتدي فرصه للاشاعات والشائعات المضاده، وكل واحد يقول وكله يدلو بدلوه. بسبب ايه؟ بسبب انك اجلت. والتاجيل بيحصل فيه تاجيل والتاجيل في تاجيل. ما ينفعش يعني. حددوا مواعيد نصف النهائي كاس مصر الاهلي وانبي 4 اكتوبر. المباراه الثانيه اللي هي في نصف النهائي الثاني الزمالك وبيراميدز عارفين يوم كام؟ 8 نوفمبر، يعني بعد شهر و4 ايام من نص النهائي الاولاني يتلعب نص النهائي. شفت اكتر من كده؟ ده في عشوائيه بصراحه. بصراحه عشوائيه شديده جدا في الجدول. يعني يقول لك ده عشان ده مش عارف ايه وده عشوائيه كبيره جدا في التاجيل. احنا يعني عايز اقول ان ما اتعلمناش من الدرس. لا احنا لسه مخلصين موسم شاق وطويل، واول مره اللعيبه تاخد راحه. يمكن المره دي خدت جزء راحه. خلاص عايزين نبني على ده؟ لا، نعمل جدول ونكربس وعندنا موسم طويل جدا مش عارفين هينتهي امتى السنه الجايه. لا، احنا ما بنتعلمش من الاخطاء بكل اسف. مع الاسف لكل اسف يعني. حتى بطوله الدوري عملنا احتفاليه ضخمه جدا للجدول، ونزل الجدول ما تنزلش الايام. النهارده نزلت الايام ونزلت معاها مؤجلات، واولها كده تاجيل مباراه القمه. الناس بقى فتحت بقى ايه
كله بقى إشاعات طبعاً. سيبنا بقى كل واحد بقى يفسر زي ما هو يفسر، كل واحد وفي هيفسر الاخر خلاص ده كله ده هيرجع بالسلب وازمات للكره المصريه وللدوري المصري. احنا مش عايزين نقول لكم اكتر من كده. هارد لك النادي الاهلي، اتحسدت يا اهلي، وان شاء الله باذن الله القادم افضل للنادي الاهلي ولكل الانديه المصريه في البطوله الافريقيه. الزمالك هيبتدي وبيراميدز وفيوتشر ان شاء الله باذن الله. نتمنى عصر جديد وعصر افضل للكره المصريه. احنا للاسف بقى لنا فتره عايشين عبر في ازمات المنتخبات الوطنيه والنادي الاهلي النهارده، فان شاء الله باذن الله نتمنى خير الفتره الجايه وتصبحوا على الف خير. سلام عليكم.